لو تعبان طول اليوم من ضغط الشغل او مسؤوليات مختلفة، تعالى اقولك على شوية نصايح هتفرق جدا في نفسيتك. اول حاجة لازم تنام عدد ساعات كويس ومظبوط، يعني من 7 ل 8 ساعات، وما تستهونش بفكرة النوم لان ده هيساعد جسمك في افراز الهرمونات بشكل سليم، ومش هيكون في اي خلل في ردود الافعال لجسمك. تاني حاجة حافظ على تمارين التنفس والرياضة، انك تتعود تتنفس بشكل مظبوط وهادي وتشبع جسمك بالاكسجين ويتغلغل جوه خلايا عقلك وجسمك، ده هيساعدك انك تكون هادي. وافتكر تمرين التنفس خاصة أثناء الخلافات أو العصبية، حقيقي هيفرق معاك جدا. كمان الرياضة اتعمل عليها دراسات طبية كتير وكلها أجمعت على دورها الفعال في الصحة النفسية والجسدية، وكمان بتخرج أي طاقة سلبية جواك. كمان هتحسسك بالإنجاز وتشبع جسمك بالحركة السليمة اللي تخلق ليك المرونة. وأخيرا ادي نفسك كل يوم ساعة للكتابة، وخصوصا الكتابة بالإيد مش على التليفون. طلع كل الافكار اللي جواك في ورقه بخط ايدك، اكتب المهام اللي وراك اللي محسساك بالضغط والتوتر، واكتب المشاعر اللي حاسس بيها في الوقت الحالي. ده هيساعدك انك تفضي كل مشاعرك وافكارك بشكل صحي وسليم.